الحلق ده أنا عملته بنفسي. يلا نجرب هواية جديدة. النهاردة جربت عجينة السيراميك الجاهزة، وزي ما انتم ملاحظين العجينة فيها شوية جليتر، يعني بتلمع شوية. فردت العجينة قدامي واستخدمت اسطمبة جاهزة علشان شكل الحلق، وقطعت الشكل بسهولة جدا. وبعد كده فرغته خالص من القطع اللي انا مش عاوزاها، وبعد كده دخلته الفرن. بس اهم نقطة، خرمت الجزء اللي انا هدخل منه الحلق. ما تنسوش النقطة دي لأنها مهمة جدا. بعد ما يدخل الفرن وينشف هيبقى صعب جدا إن أنا أخرمه. وفعلا دخلته الفرن لغاية اما بقى صلب جدا، وبعد ما برد خالص ضفت طبقة الريزن، أو ممكن تستخدموا الورنيش اللامع عادي جدا. بس طبقة الريزن بتبقى أحسن شوية وبتدي لمعة أقوى، وبتدي كمان حماية أقوى للقطعة. وآخر خطوة خالص جمعت كل الحلق ببعض، وبجد طلع تحفة جدا. حلق شكله شيك جدا أكني شارياه من بره. عجينة السيراميك ليها أفكار كتير جدا، وممكن تتحول لمشاريع صغيرة، وبجد بيبقى شكلها احترافي. بس فعلا ده نوع من الهوايات اللي فعلا ممكن يتباع ويتحول لشغل. هخرج بيه النهاردة بقى، بجد عجبني جدا. دي كانت الهواية كم 21 تقريبا، 21 من 30 هواية في 30 يوم. واشوفكم على خير مع هواية جديدة.